البيئة لغة مشتقة من فعل بوأ بمعنى نزل وأقام، والتبوء هو التمكين والاستقرار، واصطلاحا فهي الوسط أو المجال الذي يعيش فيه الإنسان ويحصل من خلاله على كل احتياجاته من غذاء ومسكن ودواء، وهي أيضا المحيط الذي سخره الله تعالى بكل مكوناته وموارده المادية والطبيعية والاجتماعية بهدف إشباع متطلبات الإنسان ورغباته. إذا فالبيئة هي وسط كيعيش فيه الإنسان، ومن خلاله كيقدر يوفر كل احتياجاته المادية والطبيعية والاجتماعية. والله سبحانه وتعالى سخر لنا البيئة باش نشبعوا كل المتطلبات والرغبات ديالنا. ومن خصائص البيئة الشمول، فالبيئة كتشمل كل المخلوقات اللي سخرها الله بهدف خدمة الإنسان، أنها مسخرة لخدمة الإنسان لقوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، أنها مسخرة لتحقيق العبودية لله. قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أنها ميراث دائم للبشرية. قال تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الحفاظ على البيئة أمانة ومسؤولية، والمؤمن مطالب بحماية البيئة والحفاظ عليها. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان الصادق ما كيتجلاش غير من خلال أداء العبادات والفرائض، ولكن كيتجلى كذلك من خلال الحفاظ على البيئة وعدم الفساد فيها. ذلك لأن حقيقة الإيمان تتطلب منا مراعاة حق البيئة، وبالتالي السعي في صلاحها وتعميرها. قال تعالى: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الإسلام عطانا توجيهات كثيرة وعلمنا كيفاش ممكن نتعاملوا مع البيئة ونعتنيوا بها. الإسلام علمنا بأن التبذير حرام، فقال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وعلمنا بأن البيئة والأرض اللي احنا مستخلفين فيها أمانة، قال تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وعلمنا بأن غرس الغرس والزرع لصالح الإنسان أو الحيوان فيه صدقة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. ما معنى التوسط والاعتدال؟ الوسطية والاعتدال في الأمور كتعني عدم الإفراط أو التفريط، فأنت كي خاصك تقوم بأي شيء مطلوب منك بدون إفراط أو تفريط، لأن كل إفراط أو تفريط فهو انحراف وميل عن جادة الصواب. وبالتالي فالبيئة كتطلب منا باش نتعاملوا معها بهذا المبدأ ديال التوسط والاعتدال، ويكون الاستغلال ديالنا للبيئة والاستفادة من خيراتها وثرواتها بشكل مضبوط ومعتدل. ذلك لأن كل استغلال مفرط للبيئة فهو منافي للشريعة الإسلامية، وهو اعتداء على حق البيئة وفساد في الأرض. يمكن الحفاظ على البيئة من خلال التخطيط المحكم وحسن التدبير. قال تعالى: قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. والله سبحانه وتعالى نهانا عن الفساد في الأرض. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ونهانا أيضا عن التبذير: ولا تبذر تبذيرا. المؤمن مطالب باش يفكر في مصلحة الأجيال المقبلة ويخلق بينه وبين مصلحة الأجيال الحاضرة توازن يراعي المصلحتين معا. سؤال: كيفاش ممكن نستغل البيئة وفق مبدأ التوسط والاعتدال؟ أولا من خلال التوجيهات الواردة في القرآن والسنة. ثانيا من خلال توجيهات المختصين والعلماء حول البيئة والنصائح ديالهم في سبيل الحفاظ عليها. ثم كي خصني نعرف بأن البيئة أمانة ومسؤولية،
وبالتالي نحميها ونحاول أنني نحافظ عليها من كل المخاطر والتهديدات، ونتحلى بمبدأ التوسط والاعتدال في كل استغلال لمواردها وثرواتها.